أنا عندي حد صاحبي مغربي. هو جه جاكرتا، بس هو دلوقتي في الشرق في تيمور. يعني أنا عايز أساعده في الموضوع ده. يعني ازاي انتوا كعرب أو كأجانب اللي بيروحوا اندونيسيا آه، بتوصلوا لمكان معين بأرخص حاجة، يعني بأرخص سعر. خليكم معايا. يعني الحاجة الأولانية إنك مثلا أنا عامل دلوقتي أساعد صاحبي المغربي ده اللي في تيمور، اللي في الشرق يعني. طب بص بقى يا جماعة، يعني أسهل حاجة إنك تروح أولا في المابس، يعني في الخريطة أو جوجل مابس تقريبا، تفتح كده وتكتب مثلا من مكانه هو للديبوك. مثلا أنا هنا هكتب كده بوسك بيجي، أو ممكن في ثواني كده ان انا هعمل من مكان اخويا ده، اخويا المغربي لحد مكاني انا. فكان بعيدة، كان المسافة بعيدة جدا. شوف بقى، هي في المكان ده، يعني مكان صاحبي ده في الشرق، وانا في الجنوب تقريبا يعني. فاول حاجة اللي انت لازم تعمله ثواني، يعني من مكانك لمكاني يعني هناخد كام ساعة مثلا. ده الحتة التانية. بعد ما اتمكنت، يعني انت اتمكنت من اسم المكان واسم المكان الهدف، انك تعمل ايه بقى؟ انك بتحط على الترند، روح على الزر المكتوب فيه مثلا اللي بيحطوا كده الصورة ترين، يعني صورة قطر. بعدين بقى ايه؟ يعني تشوف اولا في حاجة فاستس اهو، في حاجة فاستس، يعني من المكان ده انك خاصك، يعني انت لازم تركب موتور. وموتور دوت اصلا في الابليكيشن، واحد ابليكيشن في اندونيسيا اللي بيساعدك تروح اماكن في اندونيسيا ب بابليكيشن اسمه جوجك، يعني بالموتور تقريبا. بس ده موضوع تاني ان شاء الله. بعد ما تدوس على ده السيستم بيظهر لك بعد يعني ازاي انت تروح من المكان ده اسهل حاجة، يعني خمس مينت 5 دقايق كده بالموتور. وده برضو بيتم من خلال جوجك، يعني من خلال جوجك. بعدين انت تخش على محطة قطر تشاكو. محطة قطر تشاكو اللاين بيبدأ من تشاكو لحد المنجري. والستيشن ده محطة منجري، محطة شهيرة جدا للترانسيت. يعني في المنجري ديت، يعني في لاينات، يعني اللاينات والخطوط، يعني خطوط المحطة عشان تروح الأماكن تانيين في جاكرتا. ف بعد ما توصل، بعد ما وصلت ان شاء الله، يعني انت وصلت منجري، ممكن تسأل اسهل حاجة انك تسأل لا، اسهل حاجة انك تسأل حد موظف هناك، يعني زي حد شرطة. مش شرطة، هي اصلا شرطة خاصة في يعني جوه المحطة ده. اسمه ايه بقى بالعربي؟ مش عارف. بعد ما تخش كده في الستيشن في محطة، اسأل الموظف ده يعني بالنيوز كده saya mau ke Jakarta Selatan مثلا. saya mau ke Jakarta Selatan، saya mau ke Depok. في حاجتين ممكن تقول، يعني arah Depok kemana، arah Depok kemana، يعني الجهة للديبوك فين، او جهة للجاكرتا الجنوبية فين، يعني arah Depok kemana.
يعني هو ان شاء الله هيرشدك لل... للخط الصح، يعني لللاينز الصح. ازاي انت تروح من المكان ده للمحطة دوت. واصل اصيل بعد ما وصلت المنجري واخترت اللاين للديبو مرة واحدة بس. انت دخلت مرة واحدة، وانت تبدل ولا هتغير اللاينز بتاعك مرة واحدة بس. بعدين هتروح لحد محطة ديبوك بارو. ديبوك بارو معناها ديبوك الجديدة. ف لحد ما وصلت لديبوك بارو، انت دلوقتي وفي حاجتين اصلا حاجتين مهمين جدا. يعني في بقى العلامة اللي فيها محطة قطر، وفي برضو يعني الصورة اصلا زي باص، يعني صورة زي ميكروباص ده. هنا دي كوسامبات، يعني لو مكتوب كده دي كوسامبات معناها انت لازم تروح بال هاد اللاينز، يعني هاد اللاينز هاد الخط من ميكروباص ده. تدور على اللي مكتوب فيه دي كوسامبات، يعني دي 04. لو لقيت تركب الميكروباص عادي، وهتاخد لك مثلا ممكن خمس آلاف تقريبا. 5000 روبية دي رخيصة جدا. والمحطة اصلا كل محطة يعني يعني من اي مكان، من اي محطة لأي محطة تانية في جاكرتا هياخد لك ممكن بس 3000، ممكن 3000، ممكن 3500 تقريبا يعني. بعدين هتوصل البولسك بيجي ده، يعني بولسك بيجي يعني بوليس سيكتور بيجي. بعدين تنزل من الميكروباص يعني تمشي حوالي 3 دقايق بالمشي. ماشي، ده هوريكم الصورة ان شاء الله. يعني اللاين والحاجات دي ثواني. هي دي محطة تشاكون من برا. شكلها هيبقى كده. وفي برضو موضوع خاص عن الكارت. كارت اللي هو اصلا انت بتستخدمه عشان تروح من المحطة ديت لمحطة تانية. بعد ما دخلت المحطة لازم تروح اللوكت شكله هيبقى كده، وحد في موظف اللي يساعدك في اللوكت ده. ولازم تسأل يعني انا عايز اروح لكذا، يعني انت بتقول موقع ديبوك او موقع جاكرتا او كده. يعني لو ما عندكش كارت هيدي لك كارت جديد بسعر معين، يعني فلازم تتفق معاه. بعدين ما تدفع الفلوس وبس كده. يعني الكلمة يعني موقع كذا، موقع المدينة كذا، يعني موقع اكس، يعني موقع مدينة معينة ديت يعني، او محطة معينة. وشكل الكارت هيبقى كده تقريبا. وفي برضو اللي هيكون ابيض وممكن اسود ممكن ابيض يعني. بعدين في حاجز سكانر معين، تعمل سكاننج وبعدين هتخش المحطة بسهولة عادي جدا. شكل الحاجز من بعيد هيبقى كده وبس كده. ده اللي عندي. لو في اسئله اكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت الفيديو يفيدكم. متنسوش لايك ومن سبسكرايب عشان اعمل فيديوهات اكتر زي دي. وبس كده، يا ريت بيفيدكم على حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا ماشي باي باي. ده انا